وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله. تأمل هذا الوعد العظيم في هذا السياق المبارك، حتى على النكاح والمبادرة، ووعد سبحانه وتعالى بالإعانة والغنى. ولهذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وهذا الموضوع ربما أنني أفصل فيه قليلا وبين يدي التفصيل فيه. أوجه دعوة لجميع الشباب الذين لم يتزوجوا من الحاضرين والمتابعين عبر الانترنت أن يعدلوا الجلسة، وأن يحسنوا مسك القلم، وأن يحسنوا الاستماع، لعل الله سبحانه وتعالى يقضي بهذا الحديث أمر خير وبركة بمنه وفضله سبحانه وتعالى. ولجميع هؤلاء مقدما أقول: اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهم في خير. أمر النكاح أمر عظيم جدا. يكفيك أيها الشاب أن تستمع إلى هذه الآية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيم في هذا الباب: يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بعض العلماء أخذ من هذا أنه واجب، وأن المبادرة إليه متأكدة، لأن هذا الزواج فيه مصالح عظيمة ومقاصد جليلة وغايات مباركة، وفيه درء شرور. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يترتب على ذلك الشرور في الطرفين، طرف الشباب وطرف الشابات والنساء. ولا يضع الآباء في هذا الباب، باب النكاح والأولياء، ولا أيضا الشباب في طلبه للنكاح، لا يضعون لأنفسهم عوائق من المغالاة في المهور والتهيئة للنكاح وما يبذل، حتى إنه دخل في ضرب من ضروب الإسراف الذي يذهب البركة في النكاح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أعظمهن بركة أقلهن مؤونة. فهذا الباب فيه بركة إذا كانت المؤونة والتكلفة قليلة. أما إذا دخل هذا الباب إلى باب المغالاة والبذخ والإسراف فهذا لا يعقب خيرا في الزواج ولا يحقق بركة فيه، بل تترتب عليه آثار سيئة جدا. وأفادت هذه الآية الكريمة أن الذي ينبغي هو التيسير في باب النكاح، والناكح يريد العفاف معه الله جل وعلا بالإعانة، كما واضح في الآية. وقد صح في الحديث في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. انظر هذا الفضل وهذا الشرف وهذا المن، الناكح يريد العفاف. ولهذا الشاب في هذا الباب ينبغي أن يقدم هذا الإقدام، ينكح يريد العفاف. إذا دخل في هذا المشروع المبارك فالله معه بالإعانة، وسيرى من أبواب التيسير والتوفيق ما لم يكن له بحسبان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لا تنظر في هذا الباب إلى قلة ذات يدك، ولكن انظر إلى ماذا؟ سعة فضل الله، وأن الله سبحانه وتعالى واسع عليم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالآية فيها حث على بذل السبب، لا يقف الإنسان مكانه ولا يقول ما عندي شيء، بل يسعى ويعمل ويبذل الأسباب. والشباب فيما أظن المتابعين لا زالوا يكررون الدعوة التي مرت معنا قريبا، دعوة موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أظن ما توقفتم عن هذا الدعاء، المواصلة في الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في بذل الأسباب، والله عز وجل معكم بالمعونة والتوفيق والتيسير. استمعوا ماذا قال ابن كثير في الفوائد التي ذكرها تحت هذه الآية الكريمة. قال رحمه الله: وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. يقول أخذا من هذه الآية، يقول: وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره الذي يلبسه، لم يجد إلا إزاره مهرا يقدمه صداقا، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولو يقدر على خاتم من حديد. ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. هذه قصة عجيبة سبحان الله، عجيبة ومليئة بالفوائد، وهي في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني وهبتك نفسي. والهبة في هذا الباب أن تهب المرأة نفسها أي بدون صداق وبدون مهر، هذا خاص بالنبي. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقالت: إني وهبتك نفسي. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره وصوب نظر إلى المرأة ثم طأطأ رأسه ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام بشيء. فبقيت المرأة قائمة تنتظر أن يجيبها، لكنه طأطأ رأسه، لم يقل عليه الصلاة والسلام لا رغبة أو لم تعجبيني أو أشياء من هذا القبيل ربما تكون مؤلمة في مثل هذا الموقف، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام. فجلست المرأة، فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن لم انظر الأدب، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعندك شيء؟ عندك صداق مهر تقدمه لها؟ أعندك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما عندي شيء. قال: اذهب إلى أهلك والتمس شيئا. فذهب الرجل إلى بيته ورجع قال: والله يا رسول الله لم أجد شيئا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، ابحث ولو شيء قليل، أي شيء تجد قليل جدا. فذهب الرجل ورجع وقال: والله يا رسول الله لم أجد ولا خاتم من حديد، ما عنده شيء. وهذا يصور لكم سبحان الله الفقر الشديد الذي كان عليه عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن استمع ماذا قال، شيء عجيب جدا. قال: يا رسول الله ولكن هذا إزاري. يقول سعد الراوي الحديث: عليه إزار ما عنده رداء. الآن لما نعتمر أو نحج نلبس ماذا؟ إزار ورداء، هو ما عنده رداء، ما عنده إلا إزار فقط، حتى
حتى الرداء الذي يضع على أعلى البدن لا يوجد عنده، ما عنده إلا إزار لف به جزء بدنه الأسفل. قال: لا يا رسول الله، لكن هذا إزاري. ورغبان في الزواج، والرغبة هذه مهمة، ينبغي أن تكون هكذا متقدة في قلب الشاب، ما يكون فاتر وخامل ومتبلد، لا، ينبغي أن تكون متحركة في قلبه ويعمل ويبذل الأسباب، والله يهيئ له من التوفيق والتيسير ما لا يحتسب. فقال: يا رسول الله، لكن هذا إزار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء. ما هو حل هذا؟ إن كان هو الصداق، إن لبسته أنت لم يكن لها منه شيء، عليها منه شيء، وإن لبسته هي أنت بقيت عريان، ما ليس عليك شيء من اللباس. جلس الرجل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، والأمر سكوت، انتهى عند هذا الحد. جلس طويلا ثم قام وولى منصرفا، فقال لما رآه موليا مدبرا أمر عليه الصلاة والسلام أن يدعوه، فدعوه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: عندك شيء من القرآن؟ قال: نعم، عندي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدد سور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحفظها عن ظهر قلب؟ في صدرك موجودة هذه السور؟ تحفظها عن صدر قلب، عن صدرك؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن. بما معك من القرآن، الباء هنا سببية أو معاوضة؟ نعم، سببية، يعني زوجتكها تكريما لك بما معك من القرآن، زوجتك هذه المرأة، هذا معنى السببية. زوجتكها بما معك من القرآن إذا كانت معاوضة، وهذا هو الصحيح. زوجتكها بما معك من القرآن أي أن يكون صداقها ماذا؟ أن تحفظها هذه السور التي معك من القرآن. فالحديث: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهو يعلمها بدون مقابل صداقا، ويكون هذا عوض عن المال أو الصداق الذي يقدمه لها. ولهذا ابن كثير رحمه الله في كلمته قال: فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظ من القرآن، أن يعلمها ما يحفظ من القرآن. فكانت زوجة له بما معه من القرآن يحفظها إياه. وذكر العلماء أن هذه الصورة يعني يلجأ إليها عند عدم وجود المال، أن يكون الصداق عمل. الأصل أن يكون الصداق مهر نقد يدفع، لكن إذا كان ما عنده يمكن أن يكون الصداق عمل. ومر معنا قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا الصداق عمل، عمل مدة 8 سنوات أو 10 سنوات، أحد الأجلين. فهنا الصداق عمل، الصداق عمل أن يحفظها ما معه، ما يحفظه من القرآن الكريم. فالحاصل هذا باب عظيم، باب شريف مبارك ومهم. ومثل هذه الهدايات العظيمة ينبغي أن يستفيد وينتفع بها الشاب، وأن يتحرك وينشط. والذي أوصي به في هذا المقام كثرة الدعاء، كثرة الدعاء لا تنقطع، ألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والثاني بذل الأسباب في التحري عن الصالحة التقية الحسنة الطيبة الجميلة. يسعى الإنسان، السعي لابد فيه من تحري وسؤال وطلب وهمة. الآن بعض الشباب في البيوت قد يصل إلى سن متأخر، وأهله معه في البيت أصلا ما ينشطون للسعي في زواجه، ما ينشطون في السعي في زواجه. وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: بارد فاتر، ما حتى بعض الآباء ربما يقول: ما عنده شيء،
بارد ما. حتى أحيانا لو عرضوا عليه يقول بعدين. فهذا مرض مضرة على الشاب عظيمة جدا، فينبغي أن يبذل السبب ويسعى ويجتهد. حدثني أحد الأفاضل عن زواجه، يقول تزوجت وعمري 16 سنة، وكانت في رغبة قوية جدا، ودخلت على والدي قلت له زوجني، قال أنت صغير. عدت عليه زوجني، قال أنت صغير. قلت له شوف أنا ذمتي برئت، إن صار لي أي شيء في ذمتك أنا ذمتي برئت، زوجني. مثل هذا الرغبة والحرص والهمة تفتق خيرا وتولد خيرا وتوجد بركة بإذن الله سبحانه. ما يبقى الإنسان متبلدا وباردا فاترا، وإن كان الله قضى لي زواج يأتي وهو جالس ما ينشط ولا يتحرك ولا يبذل أسباب. فهذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يسعى في أبواب الرزق، يجعل له شيئا من الدخل من المال، يسعى يجتهد في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا ولي التوفيق والسداد. وأختم بقصة مليحة طريفة جميلة. وفي هذا الباب أحد الأفاضل يحدثني عن زواجه، يقول خطبت من بيت صالح ابنتهم فقبلوا، ولما جاء موضوع المهر قالت البنت أنا لا أريد منه مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري، ما أريد غير هذا. يقول فاشتريت نسخة من صحيح البخاري وقدمتها وكتب العقد، ورزق منه ذرية صالحة رأيتهم صغارا، رأيتهم بنفسي، وأتوسم فيهم خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فرويت هذه القصة مرة في بعض المجالس، فأتاني أحد طلبة العلم وقال لي يا شيخ هل لها أخت أريد أن أمهرها الكتب الستة. ولا عنده واحد يا شيخ يزيد؟ هذه خلنا الحين مع الشباب. نعم.